السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير ان شاء الله. اليوم نريد نسوي عشاء طيب ان شاء الله يطلع، اللي هو القلب وبيض الغنم. راح نشوي تكة على الفحم، بس القلب راح يكون قلب عجل مو غنم. مثل ما تشوفون هسه راح نقطعه، نسوي قطعة مناسبة للتكة. راح نحاول انه ما نسوي مربعات بهذا الشكل. هسه مثل ما تشوفون شباب شلون قطعناه. الشحم مالته من نشيله من عنده لأن راح ينطي طراوة أكثر طبعا أثناء الشوي. وهسه راح نقطع بيض الغنم. بيض الغنم راح نقطع هيج. بس في النص خلاص من التقطيع. راح نبلش بعملية التشيش وبعد ان شاء الله. هسه رجعنا وياكم مرحلة التشيش. نقول التكة، خلينا نقول التكة أسهل. هنا عندك بيض الغنم. استخدمنا الشياش الخشب، أفضلها لأن راح تلزم وياه أكثر. يتحمل الشيش الخشب تقريبا ثلاثة انصاص. هذا نموذج بالنسبة للبيض الغنم. هسه راح نجي للقلب. بسم الله. وهذا نموذج الشيش القلب. طبعا انت تقدر تسوي اطول انه ياخذ لحم اكثر، وتقدر تسوي اقصر حسب عرض المنقل اللي عندك. وانتظرونا ان شاء الله على الشوي. هسه بعد ما صارت النار نبلش نفتحها.
نعطيها هفة صغيرة عمود يكتمل ويانا الجمر. راح نبلش نصفط هسه اللحم. بسم الله. بس نتركه على نار هادية، ما نهفيله. من يبلش يريد يستوي يلا نحط بيض الغنم تستوي سوية. بس شباب مثل ما تشوفون خلينا اول شيش البيض الغنم، هم راح نتركه على كيفه يستوي، ما راح نستعجل عليه ونهفيله هواية. انا ما احكيلكم شباب على الريحة، ودخاخين طلعت ما شاء الله توجهت على بيوت الجوارين. هاي مثل ما قلت لكم نظل نقلب بيها الشياش حتى يستوي بسرعة، وبنفس الوقت حتى هذا الشحم اللي يروح. يعني مثل ما تشوفون الشحم هسه هذا ذاب الشحم ما دا يبين، بس اذا تلاحظون اكو لمعة على اللحم، وهاي اللمعة مالت الشحم اللي نزلت عليه. هيج همين النكهة تطلع اطيب، وبنفس الوقت يصير طري اللحم ما يصير قوي، لان قلب العجل مو مثل قلب الغنم. قلب الغنم شوية يصير ناعس يعني رخو، مالت العجل يصير خشن شوية وقوي. شباب هسه مثل ما تشوفون هذا القلب استوى، طعمه ما احكي لكم صدق طيب. هسه داخلي بس ليبرد حتى مرة واحدة يطب للبيت. هنا عندنا بيض الغنم، هذا الشيش استوى، بقى عندنا بس هذا الشيش وين راطله. هسه مثل ما تشوفون شباب استوى. لا تنسون دعم القناة، لايك واشتراك ان شاء الله وكومنتات، اي شي تحتاجوه انا حاضر.